بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض قصة جميلة جدا. هنشوف قد إيه منظور ربنا للبشر أو للعالم بصفة عامة غير منظور الإنسان تماما. هنشوف كمان في القصة هو احنا لو بقينا مكان ربنا لوقت معين هنعمل زيه ولا هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف تفاصيل القصة. بس يا ريت لو اول مرة تسمعونا وما اشتركتوش في القناة ادعمونا باشتراككم في القناة والضغط على زر الجرس للكل ليصلك كل جديد مننا. القصة بعنوان انت حرامي وهتدخل السجن. حكاية القصة ان كان في دير موجود على البحر. الدير ده ما كانش فيه حد بيزوره خالص، ففكر راهب من رهبان الدير ان هو يعمل صليب كبير وعليه تمثال للسيد المسيح علشان كل البحارة اللي بيعدوا من المنطقة دي يعرفوا ان هنا موجود دير ويروحوا يصلوا فيه ويزوروه. وفعلا عملوا الصليب والتمثال محطوط عليه وكان شكله في غاية الروعة والجمال. وبعدها بقى كل البحارة اللي يعدوا من المنطقة دي يشوفوا القبة اللي عليها الصليب ويروحوا يسجدوا ويصلوا هناك تحت الصليب ده. فكان في راهب في الدير عجبه خالص الصليب وشكل التمثال، فقرر الراهب ده انه يصلي تحته. فبقى كل يوم يروح ويصلي تحت الصليب ده ويطلب في كل يوم طلبة واحدة ان هو يكون بدل السيد المسيح ولو ليوم واحد على الصليب، علشان يشوف قد ايه ربنا تعذب على عود الصليب. فبقى الراهب ده يكرر الطلبة دي في صلاته كتير خالص، لغاية ما في يوم من الأيام وهو بيصلي لقى التمثال بيرد عليه بتاع السيد المسيح وبيقول له أنا سمعت طلبتك وأنا موافق إن أنت تطلع مكاني على الصليب لمدة يوم واحد بس في شرط، إنك مهما تسمع ومهما تشوف مالكش دعوة خالص وما تتكلمش. الراهب طبعا وافق على الشرط. بيقول وفي يوم صحي الصبح وفتح عينه لقى نفسه متعلق على عود الصليب مكان رب المجد. بعدها بشوية لقى ان في راجل من بتوع البحارة داخل الدير، والراجل ده كان غني خالص. فهو بيوطي يسجد قدام الصليب محفظته وقعت بس هو ما حسش بيها خالص، وصلى وخد بعضه ومشي. طبعا الراهب شايف كده بس مش قادر يتكلم علشان افتكر وعده مع ربنا انه مهما يشوف ومهما يسمع مش هيتكلم. بعدها بشوية راح دخل واحد فقير يصلي تحت الصليب ويقول له يا رب أنا محتاج فلوس علشان ولادي وأنا عليا دين عايز أسده. ففجأة لقى المحفظة دي اللي هي كانت بتاعة الراجل الغني، فافتكر إن ربنا سمع صلاته فشكر ربنا وأخد المحفظة وأخد بعضه ومشي. الراهب كان عايز ينزل يقول له لأ دي مش بتاعتك، بس برضو افتكر وعده مع ربنا فما قدرش ينزل ولا يتكلم. بعدها بشوية دخل راجل يصلي تحت الصليب ويقول من فضلك يا رب هدي الموج والريح النهاردة عشان مركبتي توصل في ميعادها بسلام، علشان ألحق بيتي من الخراب وولادي ومراتي من التشرد. وهو بيصلي فجأة لقى البوليس ومعاه الراجل الغني اللي وقعت منه المحفظة داخلين عليه وبيقول له ان المحفظة بتاعتي وقعت هنا، يبقى انت اللي خدتها، انت لازم تتسجن دلوقتي يا اما تسدد الفلوس اللي كانت في المحفظة. في اللحظة اللي حصل فيها كده الراهب اللي كان متعلق على الخشبة فوق ما قدرش يستحمل اكتر من كده ونزل من الصليب وحكى كل اللي شافه للبوليس علشان يسيبوا الراجل ده ويروحوا يقبضوا على الراجل الفقير اللي سرق
المحفظة، رغم ان هو ما سرقهاش ولا حاجة، هو لقاها واقعة وافتكر ان ربنا بعتها له. راح البوليس ساب الراجل يسافر وقبض على الراجل الفقير اللي اخد المحفظة. وبعد كده رجع الراهب يصلي تاني تحت الصليب، لقى ان ربنا مش راضي يكلمه، فقعد يصلي بدموع ان ربنا يتحنن عليه ويكلمه. فالراهب سأل ربنا وقال له: هو انت ليه زعلان مني؟ انا عملت ايه؟ انا عملت الصح. رد عليه رب المجد وقال له: انت خالفت وعدك معايا واتكلمت. فقال له ربنا: الراجل الغني اللي وقعت منه فلوسه ده كان رايح يمشي بيها مع واحدة غير مراته، وانت خليته فعلا يعمل كده لما رجعتها له. اما الراجل الفقير اللي انت اخدت منه الفلوس، انا كنت بعتها له عشان هو في ضيقة مالية ومحتاجها. وبالنسبة للراجل اللي انت انقذته من السجن، انا كنت هدخله السجن لغاية ما المركب تفوته، عشان المركب دي كانت هتغرق، وبعد كده كنت هطلعه. انت خليته يلحق المركب، لكن انا هعرف ازاي انجيه من الموت وانقذ له بيته وولاده. عرفت بقى انت عملت ايه، وعرفت كمان انت عملت صح ولا غلط. يا ريت ما نقولش ليه ربنا بيعمل معانا كده، او ان ربنا نسينا عشان بيتأخر علينا في استجابته. ربنا لو اتأخر علينا في طلب، اكيد ليه الحكمة في كده، واكيد هو مخبلنا حاجات كتيرة احلى بكتير. فعلا المر اللي بيختاره لي ربنا احسن من الشهد اللي بختاره لنفسي. ربنا احكامه دايما عادلة وصالحة، حتى لو احنا شايفينها غلط، لكن هو شايف لقدام وشايف ان كل حاجة هو بيعملها لنا صالحة وعادلة لينا. ربنا فعلا حنين قوي وبيقف معانا في كل وقت، بس احنا اللي ساعات بنضعف ومش بنبقى صابرين ومستعجلين دايما ان الطلبة تتنفذ. وفي الحال ربنا يدينا حكمة ويدينا صبر ويدينا ايمان وسلام. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ونشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.